أول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو ده لازم تعرف كويس القواعد اللي هيكون على أساسها نظام الفيديو. في الفيديو أنا هتكلم عن طريقة تسعير الشغل الشرعي الحلال بس، يعني اللي مش مستخدم فيه أي برامج مكركة ولا مواقع بتسرق الماتيريال من مواقع تانية، لأن استخدام الحاجات دي في شغل بتكسب منه فلوس وبتاكل منه عيش غير شرعي ومرضيش ربنا. تاني حاجة هناخد مجال الجرافيك ديزاين كمثال بس، وبالمثل قيس على باقي المجالات التانية، سواء كنت مونتير او موشن ديزاينر او ماركتير او مبرمج او اي حاجة في مجال الفريلانس. تالت حاجة لو المشاهد عميل اتمنى انك تركز كويس جدا في الفيديو، وكمان انزل تحت في صندوق الوصف شوف باقي فيديوهات السلسلة عشان يبقى عندك وعي بمجال الفريلانس اللي هتعمل شغلك فيه. وكمان لو المشاهد فريلانسر وفعلا حابب انك تبتغي الحلال وبتغير على مجالك وبتتمنى السوق يتعدل ويتظبط، فحاول انك تشير الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وكمان لو عندك اي اضافات يا ريت تنزل تحت في الكومنتات ضروري وتقولها رجاء. دي كانت بعض النقط اللي كان لازم اوضحها قبل ما نبدأ الفيديو علشان نبقى فاهمين احنا هنتكلم ازاي في الفيديو وعلى اي اساس هنبني كلامنا في الفيديو. ويلا بينا نبدأ الفيديو بعد الانترو. انتم دلوقتي بتشوفوا الدليل الشامل على قناة أحمد شكشك. أول نقطة بتدخل في تسعير شغلك هي حساب سعر التكلفة، وده بيشمل تكلفة اشتراكات البرامج اللي بتشتغل بيها، وتكلفة اشتراكات المواقع اللي بتجيب منها الماتيريال بتاعتك، وكمان في بعض المواقع تانية انت بتشتري منها الماتيريال بالقطعة، وكمان تكلفة الجهاز اللي بتشتغل بيه اللي سعره بيعدي $1000 وال$2000. ده غير تكلفة النت والكهرباء وصحتك وشايك وقهوتك وتعبك واجتهادك والسنين اللي انت قضيتها علشان توصل للمستوى اللي انت فيه وتتعلم الشغل ده. تاني نقطة وهي حساب سعر المكسب، وده بيتحدد على كذا عامل، وهم مصروفاتك اليومية في حياتك الطبيعية قد ايه، ودي بتختلف من شخص للتاني، وكمان الدولة اللي انت قاعد فيها، لان كل دولة ظروفها الاقتصادية بتختلف عن الظروف الاقتصادية لدولة تانية. طيب احنا دلوقتي عندنا النقطتين اللي بنحسب على اساسهم سعر شغلنا. تعالوا بقى نجرب نحسب سعر تصميم سوشيال ميديا بسيط هيتكلف قد ايه، وازاي احسب سعره تماما بالمكسب بناء على النقط اللي احنا ذكرناها دي. اول حاجة في المثال ده هنعتبر ان احنا بنستخدم مواقع بتدي ماتيريال فري زي فري بيك وغيرها، وانا عملت دليل كامل للمواقع اللي بتدي ماتيريال فري وغير مسروقة يعني حلال، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو تحت في صندوق الوصف. يبقى احنا كده ما عندناش غير تكلفة اشتراكات البرامج وتكلفة الجهاز وتكلفة تعبك والكلام ده. هنتكلم عن تكلفة اشتراكات البرامج بس، ولأي مصمم جرافيك تكلفة اشتراكات البرامج هو بيتكلف اشتراكات برامج ادوبي. فلو رحنا لموقع ادوبي هتلاقي ان الاشتراك الشهري هو $55 في الشهر. لو قلنا ان الشخص ده الطبيعي بيشتغل مثلا حوالي 24 يوم او 22 يوم في الشهر، يعني تكلفة اليوم ليه هو $2، وتقريبا في اليوم ممكن يعمل من تصميمين ل3 تصميمات. احنا هناخدها على تصميمين مثلا، يبقى التصميم نصيب $1 كتكلفة البرامج بس. هنضيف على $1 دول $2 كمان اللي هم تكلفة الجهاز اللي انت شغال بيه والحاجات التانية اللي احنا قلناها في النقطة الأولى. يبقى كده تكلفة التصميم عموما هي $3. لو قلنا ان مصروفاتك اليومية، ان يومك اقل حاجة في تكاليف مصاريفها اليومية هي $15، ودي احنا بنتكلم كده في أسرة تقريبا معدومة. $15 هي تكلفة مصاريفها في اليوم كله، مواصلات وفطار وغدا وعشاء وكل حاجة. طيب $15 دول هيتقسموا على من تصميمين ل3 تصاميم. لو قلنا تصميمين يبقى نصيب التصميم الواحد $7.50 او $5. هنفترض انه $5 مع تكلفة التصميم اللي هو $3، يبقى اقل تكلفة او اقل سعر التصميم سوشيال ميديا لمبتدئ، وانا هنا بتكلم عن مبتدئ مش شخص محترف، هي هتكون $8. $8 ده اقل سعر عادل وحلال ممكن تشتغل بيه لو انت كل شغلك شرعي. فبأي منطق بنشوف سعر تصميم ب10 جنيه وب20 جنيه وب30 جنيه والاسعار اللي احنا بنشوفها دي اصلا؟ ده بأي منطق؟ يعني احنا دلوقتي احنا عرفنا التكلفة قد ايه. بأي منطق انت بتروح لحد بيقول لك انا بعمل التصميم ب10 جنيه؟ ده كده بيبقى واضح انه حد مش فاهم حاجة في الشغلانة. طيب عايزين بقى نعرف هل كلامي ده صح ولا غلط. تعالوا كده نروح على مواقع الفريلانس المشهورة زي اب وورك ونشوف اقل تكلفة بتكون ايه. لما نروح لاب وورك هتلاقي اقل سعر الخدمة في الساعة او لخدمة عموما هو $5. مش هتلاقي اقل من $5 لاقل سعر خدمة معروضة.
طيب تعالوا كده نشوف مثلا موقع خمسات، بما انه موقع عربي. لو جينا الموقع خمسات هتلاقي برضه اقل سعر خدمه هيقول لك 30 دولار، هنا 5 دولار. المهم نستنتج ان مفيش حاجه اقل من 5 دولار، يعني حسبتنا هي حسبه مظبوطه. فانت ازاي بتعمل التصميم ب 10 جنيه او 5 جنيه اللي هو ما يكملوش تلت دولار او ربع دولار؟ باي منطق انت بتعمل كده؟ طبعا مفيش حاجه قدامي بتقل عن 5 دولار نهائي. في النهايه نستنتج عموما انك لو مبتدئ وبتشتغل شرعي ومظبوط فما ينفعش ان تصميمك سعره يقل عن 5 دولار او ما يعادل القيمه الشرائيه بيهم في دولتك. في النهايه اتمنى ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس علشان نقدر نعدل سوق الفريلانس بشكل عام. صحيح هسيب لكم تحت في صندوق الوصف جميع الفيديوهات الخاصة بسلسلة الفريلانس وسوق الفريلانس والعميل وازاي تتعامل مع العميل علشان تستفاد اكتر من السلسلة دي. هتلاقي لينك البلاي ليست تحت في صندوق الوصف، يا ريت تدخل تطلع عليها. والاسطمبه بتاعت كل مره ان لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ليه، ولو مش مشترك في القناه انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وكمان فعلنا ميزه السوبر سانكس اللي تقدر بيها تدعم القناه، او ممكن تدعم القناه من خلال الانتساب فيها علشان نقدر نطور المحتوى اكتر. وفي النهايه وان اخطات فهو مني وان اصبت فمن الله. كان معاكم احمد شكشك، سلام.